خلوني أقول لحضراتكم مجموعات من حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بدأت في شارع محمد محمود بالتعاون مع الرابطة وبعض المجموعات الثورية في تكوين المجموعات الثورية التي ستقوم بدور التأمين للشارع وإغلاق الشوارع المتصلة والمؤدية إلى وزارة الداخلية من شارع محمد محمود ونقطة التقاء محمد محمود بميدان التحرير. جاري الآن تعليق بعض البانرز الخاصة بإغلاق الشوارع والمرسوم عليها صور الشهداء. وخلونا نعرف شوية من الأستاذ مصطفى الحجري المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية. يعني أستاذ مصطفى قل لنا يعني موقف الحركة، وهل طرأ عليه تغيير بعد مشهد امبارح؟ لا، موقف الحركة كان من البداية من 3 أسابيع هو إعلان النزول في محمد محمود لاستكمال المطالب اللي كان تم رفعها قبل كده أو كان إعلانها، وكانوا مطالب رئيسية تتعلق بالمحاكمات للمجلس العسكري والضباط والقيادات الداخلية اللي كانوا في أحداث محمد محمود والقصاص للشهداء، ومطالب بتتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووضع خطة من الحكومة لهيكلتها. كل المطالب لسه زي ما هي ولسه في ثبات عليها. بالنسبه اللي حصل امبارح، احنا بالنسبه لنا مشهد امبارح يعني بناء على علم وبناء على اللي كان موجود وبناء على ارض الواقع اللي كان موجود اللي قام بيه اهالي الشهداء. اهالي الشهداء هم اللي كانوا موجودين، هم اللي اعترضوا على النصب. والده الشهيد شهاب هي اللي جت المنصه اللي كانت مقامه امام بيت جيكا، وكلنا كنا امام بيت جيكا. هي اللي جت واعلنت ان هي شافت الضابط الشناوي المعروف باسم قناص العيون موجود في محمد محمود. كل الشباب اتحركوا لقوا سألوا على الشناوي ولقوا انه كان موجود، وكله استفسر عن الوضع. وفجأة اهالي الشهداء رفضوا النصب الموجود وحس ان تم الضحك عليهم، وحس ان اللي كان موجود تمثيليه. كل اهالي شهداء محمد محمود اللي كانوا موجودين من بيت جيكا هم اللي اتحركوا بنفسهم للنصب، وهم اللي طلبوا بازالته، وشايفين ان ده بيمثل نوع من انواع الالتفاف عليهم او الالتفاف على القصاص لحقوق ابنائهم. طب انا عايزه اسالك يا استاذ بالنسبه مصطفى لباقي لو سمحت لو سمحت هكمل الوجود في محمد محمود دلوقتي. لا، عايزه اخد منك حاجه وبعدين نكمل اللي بيحصل في محمد محمود. يعني ايه مفهوم القصاص بالنسبه للجبهه الديمقراطيه ل6 ابريل؟ ايه المقصود بالقصاص؟ ملف العداله الاجتماعيه هو ملف شامل بيكون ضمن مطالبه هو تحقيق القصاص للشهداء او للضحايا اللي بيكونوا بعد الثوره او بعد الحروب حسب وضع البلاد. كان ضمن القصاص بالنسبه لنا حاجه زي اطلاق اسامي الشهداء على الشوارع، زي اعتراف الدوله بان هي واعتراف وزاره الداخليه بان تم فعلا قتل مجموعه من الثوار منهم شهداء الوطنيين وضحايا. ده بخلاف المحاكمات اللي المفروض تتم بناء على قانون العداله الانتقاليه. طيب المحاكمات اللي طالبنا بيها مع مبارك ونظامه او مع نظام مرسي. طيب ولما حصل جزء من ده امبارح كان ايه النتيجه؟ لا، اللي حصل امبارح ده كان مسرحيه، كان تمثيليه واضحه يعني بشكل واضح. اللي حصل امبارح ده مفيش اي نوع من انواع القصاص، مفيش اي نوع من تحقيق انواع العداله الانتقاليه. يعني اللي حصل امبارح ده ملوش غير توصيف واحد من وجهه نظرنا، الا هو ان هو تمثيليه. من وجهه نظر اهالي الشهداء ان هو تمثيليه ومسرحيه. طب خليك معايا ثانيه واحده، بين ايدينا. يعني الموضوع انتهى عند نقطه ان اهالي الشهداء هم اللي قرروا وهم اصحاب الحق في تقرير. طيب خليك معايا.